صباح الخير. تعالوا نعمل مع بعض صينية جلاش حلو بطريقة سهلة وسريعة، ونقدمها كمان بشكل مختلف وشيك. يعني في خلال 10 دقايق تكوني مقدمة صنف تحلية يعني حلو جدا. أول حاجة هنعمل مع بعض الشربات، وشربات الجلاش بيكون نوعا ما مايل ان هو يبقى تقيل. تمام، يعني مش خفيف قوي. اول حاجة هحط كوباية مية وكمان كوبايتين سكر، ومعانا نص ليمونة، وهحطها على النار. واول ما تغلي هعصر النص ليمونة. تمام، وممكن احط كيس فانيليا او عود قرفة. انا المقادير اللي معايا يعني معيش اي مقادير كتير، هو مجرد لفة جلاش وشوية مكسرات المتاحة عندك وكمان كوباية سمنة، بس كده. هي الفكرة بتاعتنا كلها في طريقة العمايل. انا معايا لفة الجلاش هنا حوالي 20 ورقة. ال20 ورقة دول ممكن يعملوا لنا الطبق بتاعنا على 3 مراحل او مرحلتين، يعني اللي يريحكم. تمام، بحط المكسرات كده وبلفها بطريقة مش مبرومة، بطريقة مبططة شوية، وبحاول ان انا ما اوصلش للحروف خالص عشان المكسرات بتقع من الحروف. تمام، بلفها كده بطريقة يعني مبططة مش مبرومة. تمام، وهبتدي ان انا اقطعها مثلثات عكس بعض كده بطريقة متساوية عشان تدينا شكل حلو. هقطعها كده بالراحة، ويا ريت تكون سكينة حامية عشان الورق بتاع الجلاش ما يتبهدلش معايا. يعني أنا عملت حشوة جوز هند مع سوداني، وحشوة تانية لوز وبندق. ممكن كمان ما نحطش أي مكسرات أصلا، يعني في ناس بتحبه سادة، اللي يريحكم. وفي صينية معايا كده، وهعمل مسحة سمنة حلوة، يعني مسحة زيادة شوية. وهبتدي ارص الجلاش. هنا في خطوة ممكن تكون اسهل من اللي انا عملتها دي، انك انت لو عندك صينية مستطيلة ممكن اصلا تحطي فيها الجلاش، يعني تشيلي الرول كله وتحطيه مرة واحدة في الصينية. تمام، انا ما كانش متاح معايا صينية مستطيلة، فحطيت في صينية مدورة، فاضطريت طبعا ان انا اشيل يعني حتة حتة. تمام، فهو يعني هي ممكن تتحط في اي حاجه، يعني مش مشكله، بس الصينيه المستطيله هتبقى اسهل معايا عشان هتبقى على قد الرول. هبتدي انقله بالراحه كده، وما اقلقش خالص لو حاجه اتفكت او حاجه اتقطعت، مش مشكله، هو هيساوي نفسه في الفرن وما نقلقش خالص. اهو زي ما انتوا شايفين، باكد مره تانية ان هو مبطط مش مدور، يعني هو مش رول ملفوف، لا هو مبطط. خطوة تانية مهمة قوي، ان لو هنحط اي نوع مكسرات زي اللوز والفستق والكلام ده لازم يتجرش جرشة ناعمة شوية. يعني في الكبة كده نكسره، ما يبقاش سليم، لانه لو سليم او مثلا جرشة خشنة شوية هيقع من الجلاج، وكمان هيضايقنا واحنا بناكله. طبعا الجلاش من الحاجات اللذيذة اللي احنا بنحب نعملها سواء في رمضان او غير رمضان. هو اصلا تحلية حلوة قوي، وبتبقى شكلها شيك كمان لما بتتقدم لضيوف او ممكن للولاد الصغيرين. اخر خطوة هعملها ان انا هجيب بقى كوباية السمنة. تمام، وهبتدي ارشها على وش الجلاش. طبعا الجلاج المعتاد بتاعنا ان احنا بنقعد نمسح ورقة ورقة او ورقتين ورقتين بالسمنة، وبتبقى دسمة قوي. تمام، ما تقلقوش خالص، هنا هيطلع مورق ومقرمش وحلو جدا. احنا ما عملناش الخطوة دي وسهلت علينا كتير. فانا هجيب كوباية السمنة بتاعتي واحط عليها نص معلقة كده من البيكنج باودر عشان يخليهولي نافش كده ومقرمش. تمام، جربوا الخطوة دي بجد هتعجبكم جدا.
وهادلقه على الجلاش كده مرة واحدة وبسرعة، يعني مش مشكلة لو في حاجة ما طلهاش السمنة، هي هتتشرب منها فيها في الفرن. تمام، بس اهم حاجة يا ريت ما نكترش البيكنج باودر عشان طعمه ما يبانش، وعشان كمان بيبقى مر كده او بيعمل زي طعم لاذع كده، فاحنا هنقلب البيكنج باودر كويس قوي قوي في السمنة، يستحسن ان تكون السمنة سخنة شوية عشان يدوب بسرعة يعني. وهدخله الفرن على درجة حرارة 200. طبعا انا مشغلة الفرن مسبقا من قبل ما ابدأ في عمايل الجلاش. وبس كده، ومجرد ما بطلعه من الفرن وهو سخن بحط عليه الشربات يكون بارد. تمام، شربات الجلاش تقيل وبارد، ومش شرط ان انا احط الكمية كلها، حسب الرغبة، حسب ما بتحبوا التسكيرة بتاعته يعني تبتدوا تحطوا الشربات. وهقدمه بالشكل الحلو الشيك ده. يا ريت تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم في التعليقات، واتمنى يكون كل فيديوهاتي بتعجبكم، وتدعموني بان احنا نشير كل فيديوهاتنا، وتدعموني كمان بالسبسكرايب. وباي باي.